عمرو ازيك؟ ازيك يا استاذ؟ وحشني جدا. انت كمان. اتكلم معاك يا صاحبي مش صاحبي وكده. براحتك خالص. اولا مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك يا حبيبي. ثانيا في سؤال بقى محير الناس كلها، البنات بعد الفورمه بيعكسوك قد ايه؟ مراتي دخلت. والله يا استاذ مهدي انا اكتشفت ان الموضوع ده بيفرق قوي. انا كنت بعمله لصحتي وكده، بس لا طلع فعلا الموضوع بيفرق، واللبس بيفرق، والحركات بتاعت الفنانين بتفرق. اكتر مسج جات لك في الدي ام استغربتها جدا بعد الفورمه؟ لا هو الكلام ده هيتقال فين؟ عادي مننا. هو في ناس عايز تتفرج على الفورمه بس. بس يعني من الحاجات دي بحب احتفظ بيها لنفسي. طيب انا ببارك لك على الفيلم النهارده، وبقول لك ليه دايما بنقول على النصاب في مصر مستريح، تعرف؟ علشان هو كان في حد، كانت قضيه كبيره بتاعت المستريح دي، وكان حد نصاب ولم فلوس وسافر، صح كده؟ اجابه صحيحه جدا. ومحدش يعرف؟ جدا محدش عارف. لا انا عارف القضيه دي طبعا، لان كان في كذا اسم، مش عايز اقول اساميهم، بس كان في اسم كذا حد، واتعمل مسلسل برضو التاني الريان، صح كده؟ لا الريان ملوش علاقه بالمستريح، بس هو كان مستريح. لا بس قصدي اقول لك ان هو برضو نفس الفكره، ان هو لم الفلوس والحاجات دي، صح؟ وكان في حد تاني بس مش هينفع اقول اسمه، يكون طلع براءه تحب سنة. طب قول لي يا عمرو، لو هتعمل عصابه من الفنانين عشان تنصبوا على الناس، اختار حد نادرجي وحد يخطط، مين؟ حد نادرجي وحد يخطط. يخطط ده عايز حد ذكي. مين؟ مش حد في الفيلم خالص من صحابي، يعني مش اكيد مش مصطفى غريب، واكيد مش ناسي مع احترامي ليهم، واكيد مش نور. يخطط دي عايز حد زي مين فنانين اذكياء يا جماعه؟ بتساعدوني كده. مين فنانين مثقفين اصلا؟ ايه؟ بس بحس ان هند صبري مثقفه جدا، بحس ان هي تبقى هتعرف تحط، بحس ان هي كده مظافر العابدين، مش عارف ليه. بقول ليلى علوي، ليلى علوي، استاذه ليلى علوي، استاذه ليلى علوي نصبت في الفيلم، فبره الفيلم بقى. عمرو ايه الفرق بين الحرامي والنصاب؟ النصاب تقيل، مش طماع. يعني النصاب ده يرمي لك طعم ويديك فلوس ويكسبك، فانت تتبسط فيجيب رجلك. الحرامي طماع يعني. الحرامي مستعجل. الحرامي مستعجل، عايز يسرقك، ينشلك، يجري بتاع. انما النصاب لازم يكون تقيل. طب قولي لو اتنصب عليك في اجر فيلم، تاخد مين من الفنانين تروح تتخانق مع المنتج؟ نصب عليا في اجر فيلم، يعني الحمد لله بشتغل مع شركات محترمه في العادي، بس مين؟ قاعدين بقى مش هتشتغل معاهم تاني. انا بحس ان هو حبيبي، يعني بحس ان احمد العوضي هيجيب لي حقي كده كده، ولو ما جابش فلوس هيديني من جيبه. بحس ان هو والله هيرضيني، يعني مش هيروحني زعلان يعني. عمرو قول لي مشهد ماستر سين ليك في الفيلم، اول ما تشوفه هنسقف وهنموت من الضحك. ماستر سين؟ تعرف عني كده يا مهدي؟ انا بعمل ماستر سينز بذمتك، انا بعمل. انت لوحدك ماستر انا بعمل ماستر سينز. لا والله انا اصل انا مش بيني وبينك برضه، انا مش عارف استاذ عمرو صلاح المخرج ساب لي ايه وشال ايه. فانا هخش اتفرج عليكم معاكم على الفيلم زي ما هو، بس اللي انا اكتر حد بيضحكني في الفيلم، يعني الناس كلها بتضحك في الفيلم. انا مصطفى غريب اكتر واحد بيضحكني في الفيلم، يعني عنده افيهات في الفيلم انا كل ما اتفرج عليهم بضحك. فان شاء الله يعني اتمنى ان كل الناس في الفيلم، كل زمايلي يضحكوا والناس تتبسط بيهم ان شاء الله. اوصف ليلى علوي في الكواليس بكلمه. مش عايز اكبرها، بس هي امنا قوي، هي حنينه جدا واخده بالها مننا جدا وعايزه تريحنا، ولما بيكون اللوكيشن برد او حاجه بتحاول تحل، لما بنشتغل عدد ساعات طويله بتحاول تحل، فهي امنا جدا. بيومي فؤاد. لا دي قاعده سكر، دي يعني حضور رهيب. اوكي. في اخر سنه في 2024 لقد كان عاما مليئا بنقط، كمل. بفضل ربنا ونعمه وخير، يا ربنا يديمه علينا احسن من ناس كتير، الحمد لله. ادي لنفسك نصيحه في السنه الجديده 2025. خليك زي ما انت في الاجتهاد، يعني خليك زي ما انت دايما. انا بالمبدا اللي عندك ان انت بتبص في ورقتك، وان انت بيجي لك دور وبتجتهد فيه وبتشتغل عليه، خليك حاول زي ما انت كده، ما تقارنش وما تبصش لحد. عمرو انا بشكرك جدا، وبقول لك من نجاح لنجاح، وهتكسر الدنيا النهارده في المستريح. يا رب. شكرا جدا.